في هذا اليوم 8 آذار وتحت شعار المرأة هي كينونة الحضارة في الشرق الأوسطية، نحتفل معا بمناسبة عيد المرأة العالمي لنكرم إنجازات المرأة عبر التاريخ، ولنجدد التزامنا بالنضال من أجل عالم أكثر عدالة ومساواة، حيث تمنح كل امرأة وفتاة الفرص ذاتها لتحقيق أحلامها دون حواجز أو تمييز. المرأة هي حجر الأساس في بناء المجتمعات، فهي الأم والمعلمة والطبيبة والقائدة والمبتكرة وصانعة التغيير. ورغم التقدم الملحوظ في حقوق المرأة عبر العقود، وما زال الطريق طويلا لمواجهة التحديات العميقة التي تعيق تمكينها الكامل من العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى الفجوة في الأجور، وصولا إلى التهميش السياسي والاقتصادي وحرمان الكثيرات من الحقوق الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. في هذا اليوم نرفع أصواتنا لنقول: كفى تمييزا ضد المرأة في أي مكان كان، كفى عنفا يمارس بحقها تحت أي ذريعة. نعم لتعليم الفتيات وتمكين المرأة اقتصاديا وضمان مشاركتها الفعالة في صنع القرار. نعم لمجتمع يقدر التنوع ويحترم حقوق الإنسان بلا استثناء. ندعو الجميع رجالا ونساء إلى الانضمام إلى هذا اليوم، ليس بالكلام فحسب بل بالفعل أيضا. إن تحقيق المساواة بين الجنسين ليس نضالا نسائيا فحسب، بل هو قضية إنسانية تمس مستقبلنا جميعا. فلنعمل معا لبناء عالم تحترم فيه كرامة المرأة وتكافأ فيه على إسهاماتها وتتاح لها فيه الفرص لتبني حياتها بحرية وأمان. نعلن عن البدء بحملتنا من أجل 8 آذار عيد المرأة العالمي تحت شعار المرأة هي كينونة الحضارة في الشرق الأوسطية. سنقوم بتعليق أرمات فيليكس في جميع مناطق إقليم شمال شرق سوريا، توزيع بروشورات من أجل عيد المرأة العالمي، إعطاء محاضرات عن عيد المرأة العالمي. سنقوم بعرض تلفزيون عن تاريخ المرأة وصولا إلى يومنا هذا، عمل جلسات حوارية بالتشبيك مع تنظيمات نسائية. منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة في إقليم شمال شرق سوريا 2/3/2025.